حبايبي، يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو النهارده. انا رحت جبت حمام وجبت كميه، للاسف مش هم دول، ده في كميه تانية كبيره. المهم الحمام طلع عجوز. بمعنى ايه بقى؟ انا ما كنتش اعرف. انا امنت الفلاحه وقلت لها عايزه حمام، قالت لي عندي حمام زغاليل حلو جدا. قلت لها بيستوى؟ قالت لي اه بيستوى. المهم خدته وقالت لي هوديه للراجل بتاع الفراخ ينضفه لك والكلام ده، واتفقت ودفعت الفلوس وكل حاجه. فوجئت بقى وسألت بتاع الفراخ، قلت له الحمام ايه رأيك فيه؟ قال لي ده حمام ايه وصايع، حاجة نظيفة يعني. شايفين حجمها قد ايه بعد التنظيف؟ يعني اهي كبيرة وحلوة. المهم يعني واحنا بناخده بتاع التنظيف بعد ما نضفه، قال لنا ده الحمام ده عتائي، وكمان طار منه 3. قلت له يعني ايه؟ قال لي هو طارت منه 3 والحمام ده عتائي من اللي بيغيب في السوى وبيبقى طعمه مش قد كده وبينشف. طيب كفاية كده؟ لأ مش كفاية، كمان فوجئت إن الحمام تنضيفه وِحِش جدًا، وقعد يقول لي: "أنتِ عايزة تنضيف كمبيوتر والّا تنضيف شعبي؟" قُلت له: "لأ، عايزة تنضيف حلو ومُعتبر." والكلام ده. فالمهم آآ لقيته تلات أرباعه مقطّع، يعني تلات أرباعه فيه قطعات. دول اللي أنا نقيتهم مش مقطّعين. هاقول لكم إزاي بقى أنا عرفت بعد كده، بعد ما قريت وفهمت وعرفت إن الحمام بيبقى إزاي عجوز إزاي مش عجوز، وهاقول لكم عشان تستفادوا كلّكم وأنتم بتشتروا ما تقعوش الوقعة بتاعتي، وخصوصًا إن الحمام ده سعره عالي، وما تأمنوش مهما كانت الفلاحة حبيبتكم، ما تأمنوش إن هي تدّيكم حمام نضيف. أنا بس عايزة أقول لكم إن الحمام بُصّوا مقطوع، وطبعًا أنا مضطرة أحشيه لإني عندي يعني هاعمل له أكل وكده، فمضطرة أحشيه. هاقول لكم هاعمل إيه. الحل في الحتت المقطعة، أنا عملت كام واحدة خيّطتها، اللي فيها خُرم هنا واللي فيها خُرم هنا، والرجول كلّها مسلّخة بالمنظر دوّة. شايفين عاملة إزاي؟ يعني مبهدلها. المهم الحمام تعرفي إنه عجوز لمّا تلاقي جلده عامل كده. شايفين جلده محبب إزاي؟ زي جلد الوزة زي ما بيقولوا كده. الحمام ده عجوز وصعب جدًا إنه يستوى بسهولة. فلا تعمليه بقى يعني ت تقطّعيه وتدقيه، لا تسويه. طيب هتستوى معاكِ إزاي؟ إنِّك ممكن تحطّي له عندِك حلّين، تحطّي له معلقة كربوناتو أو في معلقة بيكنج باودر في التسوية وتسيبيه يستوى على مهله، وبكده يقعد مثلًا ساعة على النار، وكل شوية تزوّدي له مَيّة سخنة لمّا يخلص. طب أنا هنا هاخيّط الحتت دي وهو ما فيش مفرّغ من غير كده، يعني أعمل إيه؟ طيب هاعمل إيه؟ وطبعًا لمّا تيجي تحشيه كمان تحشيه، وطبعًا أمّا هاجي أحمّره هاقطع الخيط، هاقصّه، يعني بعد ما أخلّص تحميره خالص هاقصّه. طيب الحل التاني كمان إنِّك لازم تحطّي فيه الحشوة شِبه نيّة. لو فريك بيغيب ما تنقعيش الفريك، لأ ادّي له يا دوبك تشويحة كده بالبصلة وحطّيه فيه من غير ما تنقعي الفريك فترة طويلة، لإنه هيغيب معاكِ في التسوية. الحل التاني حطي سكر، وده برضو مش هيستوى معاكي بسهولة السكر، هيغيب برضو. ففي منه كمان رفيع بالمنظر ده، وفي كبير وعواجيز. يبقى عرفنا لما تكون جلدته محببة، يكون تمسكي الجناح بتاعه يكون الريش بتاعه طويل، الريش بتاعه كامل وطويل. والحمامة الشمورت بيبقى في الراس بتاعتها هنا بيبقى فيها شعر أصفر رفيع جنب الشعر بتاع لون الحمامة نفسه. فده معلومات تعرفي بيها لما تيجي تشتري الحمامة. تبصي على الراس لو لقيتي فيها شعر رفيع ماشي، تمسكيها هنا كده تلاقيها حلوة ومليانة. لكن شايفين دي حجم الصدر قد إيه كبير، بس بتغيب وهتنشف هتقل خالص يعني. كمان الجلد بتاعه بيبقى محبب كده. ارفعي كده الشعر وبصي لو لقيتي الجلد عامل زي جلد الوزة كده، يبقى ده حمام عتائي كبير من اللي بيض وقطع بيض. طبعا قولوا لي بقى اعمل ايه بقى مع الست اللي انا بشتري منها بقالي سنين وتخميني الخامه ديت. قولوا لي اتصرف معاها ازاي، وقولوا لي اعمل ايه في بتاع الفراخ اللي قال لي طار مني 3 وانا ماليش كمان ذنب في الموضوع ده. انا مالي طار منه 3 وواخد فلوسه كامله، فاللي قال عليه خده. ف فما اعرفش اعمل ايه. وانا قلت لكم ازاي تعرفي الحمام عتائي. وممكن بقى لا تطبخيه، اقعدي مخيطاها برضو اهي، لا تطبخيه، لا تحطيه في طاجن في الفرن، لا تدقيه وتشويه. عندك بقى الحلول دي هي الطريقه لتسويه الحمام. انا غسلته ونقعته وكل دوت، وهبدا بقى هشوح فريك بس كده بكبد وقوانص وبصل وهسويه. فخدوا بالكم اوعوا تغلطوا غلطتي وانتوا بتشتروا الحمام، وما تأمنوش للبياع خالص مهما كان. فخدي الحمام بتاعك وتأكدي وقولي له لو طلع عجوز هرجحهولك. فانتي تعرفي اهو
إنه محبب، وكمان إنه الريش بتاع الجناح كامل، وما فيش شعر خفيف، شعر لونه أصفر رفيع خالص في الراس. 3 علامات أهُمّة تعرفي منهم إن الحمام بتاعِك شامورت مش عجوز. ده عجوز وهيدوّخني في التسوية، وهاورّيكم شكله لو حابين لو عايزين تشوفوا شكله عملته إزاي أورّيه